عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض الجنرال اكسرسايز صفحة 268 و 269 من كتاب المعاصر إنجليزي الصف الخامس. نقول بسم الله. ما تنسوش حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة توصل لكم من حل التدريبات والواجبات. أول حاجة بيقول لك read and write true or false، يعني اقرأ واكتب صح وخطأ. Billy when wanted to go to the Everglades from the beginning. بيقول لك هنا بيلي كانت بتريد الذهاب الى منتزه ايفرجليت في البدايه، هتقوله طبعا فولس خطا. ذا إلدرز اللي هم الناس الكبار وير disappointed كانوا محبطين ذات بيلي didn't believe their stories، ان بيلي مش بتعتقد في القصص بتاعتهم، هتقول له ترو يعني صح. بيلي found a book in the swamp، يعني بيلي وجدت كتاب في المستنقع. ذات توت اللي علمها هير هاو تو سرفايف ازاي تنجو، طبعا اجابه خاطئه فولس. ذا إليجيتور اللي هي التماسيح توت بيلي تو بي بيشنت، يعني اخباره بيلي ان هي تكون طبعا علموا بيلي ان هي تكون صبوره، هتقول له صح. بيلي يوزد ا كانو to travel into the Everglades، هتقول له true صح. at the end of the story في نهاية القصة بيلي was still afraid of natural، يعني بيلي ما زالت خايفة من الطبيعة، هتقول له false خطأ. choose the correct answer. أول واحد بيقول لك هنا بيلي ويند dreamed، يعني بيلي بتحلم of becoming إن هي تصبح a scientist عالمة when she grew up لما تكبر. يبقى at night في النهاية في الليل in the swamp في المستنقع بيلي heard، بيلي سمعت all's اللي هي البوم. سمعت البوم فين يا شباب؟ هوتنج، يعني بيصدرون صوتا in the trees على الأشجار. The turtles السلاحف هايد بيختبئوا in their shells في الصدف بتاعهم when danger was near، لما الخطر بيكون قريب منهم. هنا بيقول لك بيلي learned، بيلي تعلمت that everything ان كل شيء natural في الطبيعة was connected يعني متصل. هنا يا بطل بيقول لك ذا إلدرز اللي هم الناس الكبار سنت بيلي أرسلوا بيلي تو ذا إيفرجليتس لمتنزه إيفرجليتس، سو لذلك شي كود ليسن، هي تستطيع ان هي تستمع تو ذا إيرث للأرض. answer the following question، جاوب على الأسئلة. where did Billy find life، يعني بيقول لك أين بيلي بتعيش، هتقول له she lived in Florida، هي بتعيش في فلوريدا في ولاية ايه في أمريكا يا شباب. هنا بيقول لك how did Billy feel، يعني بيلي شعرت بإيه when she first arrived in the swamp، لما هي في البداية وصلت للمستنقع كانت بتشعر بإيه هي، هتقول له هنا she felt afraid، هي كانت خايفة. name two things، يعني اكتب او اذكر حاجتين بيلي ليرنت اللي بيلي اتعلمتهم from watching the animals، من مشاهدة الحيوانات. هي اتعلمت ايه؟ هتقول له she learned to be patient، هي اتعلمت ان هي تكون صبورة. and how to find shelter وازاي تكون او ازاي تجد المأوى. هنا بيقول لك what was the main lessons بيلي، بيقول لك ايه هو الدرس الاساسي اللي بيلي learned at the end of her journey، اللي بيلي اتعلمته في نهاية القصة بتاعتها او نهاية الرحلة بتاعتها. هي اتعلمت ايه؟ هتقول له she learned that، هي تعلمت everything ان كل شيء in natural في الطبيعة is connected بيكون متصل، كل حاجة في الطبيعة متصلة مع بعضها. يبقى she learned that everything in natural is connected، يعني كل شيء في الطبيعة متصل ببعضه. دي صفحة 268 يا بطل. يلا بينا على صفحة 269. متنسوش يا حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله بقى من حل النماذج توصل لكم اول باول. طيب رقم 5 بيقول لك هنا What did Billy Wind family believe about the earth، يعني بيقول لك ماذا عائلة بيلي بتعتقد عن الأرض، بيعتقدوا ايه عن الأرض. هتقول له they believe that the earth إن الأرض could take، إن هي ممكن تتكلم and share wisdom وتشارك الحكمة. خلاص هتقول له that the earth إن الأرض could take إنها تستطيع إن هي تتحدث and share wisdom وتشارك الحكمة. what did Billy hear at night، يعني بيلي سمعت إيه في النهاية أو في الليل in the swamp في المستنقع، كانت بتسمع إيه بالليل. هتقول له she heard، هي بتسمع owls اللي هي البوم hooting بتصيح أو بتصدر أصوات in the trees على الأشجار and sound alligators، وكمان كانت بتسمع صوت التماسيح. يبقى she heard owls hooting in the trees and sound alligators، وكمان كانت بتسمع صوت التماسيح. what did the birds ماذا الطيور الطيور بتعمل ايه
when an animal come to attack لما اي حيوان بيجي عشان يهاجمهم الطيور بتعمل ايه؟ هتقول له the birds الطيور warned each other يعني بيحذروا كل منهما الاخر، بيقعدوا يحذروا بعض عن طريق اصوات الطيور طبعا. يبقى the birds warned بيحذروا each other بيحذروا بعضهم. بيقول لك هنا what would happen ايه اللي هيحصل if people didn't take care of nature لو الناس ما اهتموش بالطبيعة ايه اللي هيحصل؟ هتقول له the balance of natural would be lost يعني التوازن بتاع الطبيعة ممكن يفقد طبعا. خلاص يبقى the balance of natural would be lost اهي يا شباب. طيب بيقول لك هنا what did Billy realize يعني ايه بيلي ادركت ايه about nature عن الطبيعة؟ بيلي ادركت ايه؟ هتقول له she realized هي ادركت that everything ان كل شيء in natural في الطبيعة is connected بيكون متصل. يبقى she realized هي ادركت that everything ان كل شيء in natural في الطبيعة is connected بيكون متصل. How did Billy learn to survive in the Everglades؟ ازاي بيلي اتعلمت؟ كيف بيلي تعلمت ان هي تنجو في Everglades؟ هتقوله she learned by watching the animals هي اتعلمت عن طريق مشاهدة الحيوانات يا شباب. يبقى she learned by watching the animals. رقم 11 how did the alligators يعني كيف التماسيح survive بتنجو according to Billy بالنسبة لبيلي؟ هتقوله they survive by being patient ان هم يكونوا صبورين. هنا في الريد اند كومبليت بيقول لك هنا بيلي ويند was sent into the swamp يعني بيلي تم ارسالها في المستنقع الون بمفردها اتفرست في البدايه. بيلي ستراجد كانت طبعا غضبانه او مستغربه to survive ازاي هي هتنجو in the Everglades. ازاي هتنجو في ايفرجليتس؟ شي هاد شيلتر هي نو شيلتر ما عندهاش مأوى، نو فود ولا طعام، اند نو وان تو هيلب هير ولا واحد بيساعدها. ذا سويم بالمستنقع واز فول اوف سترونج ساوندز كان مليء بالاصوات الغريبه اند شي فيلت افرد وهي كانت تشعر بالخوف ات نايت في الليل. شي هيرد ليجيتورز هي كانت بتسمع التماسيح سبلاشنج يعني كانوا بيصدروا اصوات ان ذا ووتر في المياه. and owls والبوم هوتنج in the trees كانوا بيعملوا صوت على الاشجار. she wished هي تمنت she was back home ان هي ترجع لمنزلها safe and warm دافئة وآمنة. هنا يا بطل بيقول لك بيلي وايند was a young native American girl يعني بيلي كانت من السكان الأصليين في أمريكا who lived in Florida كانت بتعيش في فلوريدا. she loved science هي بتحب العلوم and dreamed بتحلم of becoming a scientist إن هي تكون عالمة. when she grew up لما هي بتكبر her family believed that عائلتها اعتقدت إن the earth إن الأرض could talk and share wisdom إن هي تشارك الحكمة. قال لك هنا the animals all كل الحيوانات had something to each. بيلي didn't believe بيلي ما كانتش بتعتقد this هذا. she thought هي كانت بتعتقد this were just all the stories إن دي كلها مجرد قصص ناس كبيرة with no real meaning وليس لها أساس من الصحة. دي صفحة 279. ربنا ينجحكم جميعا. حط لنا لايك للفيديو يا شباب واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.